ازاي نحضر اللانش بوكس. ومعايا دلوقتي منوراني في الاستوديو ضيفتي العزيزه دكتوره ياسمين جمال، استاذ واستشاري الاطفال والتغذيه العلاجيه جامعه عين شمس. مساء النور يا دكتور ياسمين. مساء النور يا دكتوره علياء، وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه وامهات مصر واطفال مصر كلهم طيبين، وإن شاء الله سنة دراسية جميلة على الجميع بأحسن صحة وبأحسن تركيز. طبعا دكتور ياسمين دايما بتشرفنا في الحلقات بتاعتنا وتضيف لنا معلومات كتير، ويمكن احنا النهارده قلنا هنستغلها ونقول لها ازاي نحضر اللانش بوكس، السؤال المحير بتاع كل الأمهات. تمام يا دكتورة علياء، هو ده سؤال الحقيقة محير، بس هو الحقيقة سؤال مهم جدا، لأن كل أم دايما بتسأل نفسها أنا هحط إيه في اللانش بوكس. ومع كل الأمهات بيبقوا عايزين أحسن حاجة لأولادهم، وساعات أحسن حاجة دي ما بيقدروش يحققوها، وساعات ما بيبقوش عارفين يحطوا إيه، أو هو الغذاء المثالي إيه المثالي إن أنا أحطه في اللانش بوكس. زي ما دكتورة علياء قلت لنا إن في حاجة اسمها الطبق الصحي. خلينا كل الأمهات يتخيلوا إن الطبق الصحي ده أنا هغير في أشكاله وأحطها في اللانش بوكس بحيث إن هي تبقى شيء متناول للأطفال. فإحنا عندنا حاجات أساسية لازم تكون موجودة في اللانش بوكس، زي النشويات. ايه نوع النشويات احنا نحبها لاطفالنا؟ هي النشويات المركبه. طب يعني ايه النشويات المركبه؟ يعني العيش بتاعنا يستحسن هو يكون بلدي، يعني العيش الكامل الحبوب، الحاجات اللي دايما بيبقى فيها حبوب او فيها شوفان، الحاجات دي اسمها كلها نشويات مركبه، ودي احسن حاجه صحيا، احسن حاجه لاولادنا، بتقيهم من مشاكل كتير زي السكر والسمنه، وبتحسن لهم الصحه العامه عموما. فيبقى نوع العيش اللي معلومه جميله. اول حاجه العيش بلدي، خلاص كده احنا ما عندناش خلاف. ساعات بيبقى في اطفال الحقيقه رافضين فكره العيش البلدي. لازم يكون عندي بديل. البديل هو ايه؟ دلوقتي بيتعمل الحقيقه وانتشر في مصر كلها بالشوفان وانواع عيش فين وبرده بالرده. كلها حاجات ممكن تبقى بدايل موجوده. ده حقيقي. حسب الفئه العمريه اللي انا هعمل لها اللانش بوكس ده. لو انا بتكلم على طفل حضانه او في السنوات الاولى، انا بتكلم دايما الامهات بقول لهم لقم او ربع رغيف، او انا بتكلم على ربع او ربعين. فدايما ادي للطفل حاجه يقدر يخلصها عشان ما تبعتيش حاجه ترجع لك تاني. وبالنسبه للطفل الابتدائي والاعدادي احنا بنتكلم في نص رغيف لرغيف، هو ده احتياجاته في اليوم. وطبعا طفل الثانوي بقى حدث ولا حرج، له كميات لانه هو بيبقى في طفره نمو واحتياجاته بتبقى اعلى شويه. ده بالنسبه للنشويات. هل احنا هنحط نشويات بس؟ قطعا لا، انا عايزه نشويات معاها بروتينات. طب ايه البروتينات اللي احنا ممكن نحطها في الساندوتش بتاعنا؟ ممكن نحط بيض. لو انا ما عندي مشكله في البيض، عندي فول. افضل طريقه بقى للبيض نحطها لهم بيه عشان في خناقه يا دكتور ياسمين. حسب المدارس، لان ده بيختلف كتير قوي. في مدارس بتوافق على البيض المسلوق، ان انا ممكن ابعت بيضه مسلوقه، او ان انا اعمل بيضه مقليه في الساندوتش. عندي بدائل اخرى زي ممكن اعمل بانكيك واعمله صحي برضه، جميل قوي، باللبن، واعمله بالموز ولا باللبن؟ بالموز باللبن، ممكن باللبن والبيض بس. ممكن اعمل فرنش توست، بانكيك، كلها حاجات. والاطفال بتحب التغيير. لو انا ببعت كل يوم نفس الحاجه هيزهق بعد شويه ويرجعها لي. فلازم يكون في بروتين. التونه وهي مصادر الاوميجا الكويسه جدا، من الاوبشنز الكويسه جدا اللي انا ممكن احطها في الساندوتش بتاعي. احنا محتاجين الاوميجا عشان التركيز وزياده تحصيل الاطفال، والاطفال الحقيقه ما بياكلوش سمك دلوقتي بكميات الكافيه. صح، ده مشكله كبيره. فممكن احط تونه، ممكن احط بروتينات، وممكن احط بيض، فراخ او لحمه. بس انا الفراخ عايزاها شاورما، انا مش عايزه مقالي. المقالي بالنسبه للاطفال زيوت مهدرجه، حاجات صحيا الحقيقه سيئه. انا عارفه ان الناجتس من الحاجات المشهوره قوي دلوقتي، ناس امهات بيعملوها. لا احنا مش هنضطر ان احنا نعمل، مش عايزين زيوت حتى لو منزليه. اي حاجه نشويها حتى لو منزليه يا دكتور ياسمين، حتى لو منزليه. تمام. انا مش عايزه مقالي. احنا عايزين الحاجات على قد ما نقدر مخبوزه، ممكن نحطها في الفرن مشويه، تبقى مشويه جميله وتبقى جدا، صحيه وزي الفل، ونحطها برضو في اللانش بوكس بتاعنا. يبقى انا عندي نشويات مركبه، انا عندي بروتينات. لازم الطبق الصحي بتاعنا نص خضار وفاكهه، فلازم يكون في على الاقل ثمره فاكهه، على الاقل ثمره خضار، ونحطها في شكل الحقيقه جذاب للاطفال. الاطفال بياكلوا بعينيهم اكتر ما بياكلوا ان هنقول لهم ده حاجه صحيه. فلو تفاحه اقطعها صغير، لو طماطم او خيار اقطعه شرايح، اقطعه على طريق دواير. طبعا كل ما الطفل السن بيبقى صغير، كل ما الاشكال دي بتبقى محببه ان هو ياكل اللي موجود. ونخليه هو يقطعها. ايه رايك نخليه بالليل او الصبح هو يحضر معانا؟ لو هو دخل معانا في عمليه التحضير، انت عايز خيار ولا طماطم، انت عايز جزر ولا خيار، الحاجات دي كلها بتساعده ان هو ياكل اللي احنا هنحطه له. الحاجه الثالثه الحقيقه والمهمه جدا وما ننساهاش، احنا حطينا نشويات وحطينا بروتينات وحطينا خضار وفاكهه، لازم يكون في ميه. العصائر الجاهزه، العصائر اللي هي ميه بسكر، دي الحقيقه سيئه جدا. انا ببقى عايزه الطفل لازم تديله حاجه في علبه، اديله لبن.
هو ده المشروب اللي انا ممكن اخده، او عصير فريش حضرتك عاملاه في البيت، او ميه. احسن حاجه لازم الاطفال يشربوا ميه. الاطفال لما تقعد في المدرسه فترات طويله من غير ميه ده بيأثر على التركيز وبيأثر على التحصيل، وبيخشوا في زي نوع من انواع الجفاف البسيط اللي بيأثر على التحصيل الدراسي عندهم. المشروب الفريش طبعا دي معلومه جميله جدا دكتوره ياسمين. اكتر مشروب فريش تنصحي ان هو ياخده الطفل ويكون برضو صحي، يعني يتعمل في البيت زي ما حضرتك عصاير، اي فاكهه بس برتقال، اضافه سكر. اي حاجه، يعني عصير برتقال، عصير جوافه، عصير كيوي، نعمل ميكس من الحاجات دي جميل ونبعتها. جميل. بس احنا نبعت مش كميات كبيره علشان ما يشربهاش وما ياكلش، وعشان مع الحر برضو ما يحصلش فيها تغير. اهم حاجه بقى قاعده الحقيقه اساسيه بقولها للامهات دايما: ما تبعتيش حلويات او شوكولاتات او شيبسيات او الحاجات اللي هي مصنعة السريعه دي، مصنعه، او الحاجات اللي بتفتح في كيس من الاخر مع ابنك مع اللانش بوكس، لانه في الاخر هياكل ده، مش هياكل معدته بده وهيرجع لك اللانش بوكس زي ما هي. طيب بشكر طبعا دكتوره ياسمين على اللانش بوكس السهل الممتنع. حضرتك فعلا يا دكتوره ياسمين كل مره بتدينا المعلومه في اسهل حاجه، بس في نفس الوقت افيد حاجه.